الله يسأل ملك الموت: ألم تبكي مرة وأنت تقبض روح بني آدم؟ فأجابه: ضحكت مرة وبكيت مرة وفزعت مرة. فقال الله تعالى: وما الذي أضحكك؟ فقال ملك الموت: كنت يا الله أستعد لأقبض رجلا وجدته يقول لصانع أحذية: أتقن صنع الحذاء، أتقن صنع الحذاء ليكفي من اللبس سنة. فضحكت وقبضته قبل أن يلبسه. فقال له الله: وما أبكاك؟ فقال: بكيت عندما أمرتني أن أقبض روح امرأة، وذهبت إليها وهي في صحراء جرداء، وكانت تضع مولودها، فانتظرت حتى وضعت طفلها في الصحراء الجرداء، وقبضتها وأنا أبكي لصراخ طفلها وحيدا دون أن يدري به أحد. فقال له الله: وما الذي أفزعك يا ملك الموت؟ فقال: فزعت عندما أمرتني أن أقبض روح رجل عالم من علمائك، وجدت نورا يخرج من غرفته، كلما اقتربت من غرفته فج النور ليرجعني، وفزعت من نوره وأنا أقبضه. فقال له الله: أتدري يا ملك الموت من هو الرجل الذي فزعت منه؟ إنه ذاك الطفل الذي قبضت أمه وتركتها في الصحراء. وتركته في الصحراء، تكفلت به ولم أتركه لأحد. يا الله، يا الله، ما أكرمك يا أكرم الأكرمين، ما أعدمك يا عظيم العظماء، يا جبار. يا الله، شو بحبوا لها الاسم الجبار.